بص سيبك ان رامي ربيعه دوت مدافع على قده ومدافع كارثه في اوقات كتير جدا، وسيبك من الكارثه والشقلباز اللي عملها في الهدف الاول ولا في الهدف الثاني، ولكن كمان انا بحس ان رامي ربيعه دوت شغلانه المدافع مش عاجباه او مش واكله عيش معاه، فهتلاقيه في كل كره تجيله عاوز يلعب كره طويله وخلاص في اي مساحه بشكل عشوائي، يمكن ربنا يكرم وتيجي جون ويبقى رامي ربيعه مستر اسيست وهو اللي عمل الاسيست، او ان هو تلاقيه في كل كوره يزيد بشكل عشوائي، كوره ثابته بقى مش كوره ثابته، اي هجمه والسلام يمكن ربنا يكرم واجيب جون واخد اللقطه والناس تتكلم عني بعد المباراه. فبص معايا على الكره الاولى دي، الكره في نص ملعب اورلاندو عادي خالص، هتلاقي رامي ربيعه بشكل عشوائي وشكل غريب سايب مكانه في قلب الدفاع ومكمل مع الراجل في نص ملعبه، فالراجل هيستلم الكره ويحطه في ظهره ويحط الكره في المساحه اللي سايبها رامي ربيعه، والحمد لله ان ياسر ابراهيم تدخل وانقذ الكوره دي. في الكوره دي هتلاقي الكوره في نص ملعب النادي الاهلي، هتلاقي ياسر ابراهيم سايب مكانه عشان ليه عذره بيضغط على اللاعب اللي هيستلم الكوره. بص بقى على رامي ربيعه، هتلاقيه سايب مكانه في قلب الدفاع وزايد بشكل عشوائي وشكل غريب ما تفهمش ليه، والراجل هيستلم الكوره ويحط ياسر ابراهيم برضه في ظهره ويلعب الكوره في المساحه اللي سايبها رامي ربيعه وللاعب اللي بيجري في ظهر احمد نبيل كوكا، والحمد لله ان الكرة دي كانت طويلة وطلع مسكها شوبير. اللقطة الثالثة دي اغرب كرة هتشوفها لرامي ربيعة النهاردة، الكرة هنا رمي التماس لاورلاندو عادي خالص، لا هي كرة ثابتة فاول او كورنر، فنقول ان رامي ربيعة ليه عذره زايد ومكمل في الكرة الثابتة، يمكن ربنا يكرم ويطلع بدماغه ويجيبها جون. ولكن الكرة رمي التماس تلاقي رامي ربيعة بردك بشكل عشوائي وشكل غريب سايب مكانه في قلب الدفاع وجاي يضغط على اللاعب اللي هيستلم رمية التماس في نص ملعبه، ولا كأن في نص ملعب للنادي الاهلي ولا خط هجوم ممكن يضغط على الراجل عادي خالص. الكرة الرابعة دي بعد الهدف الثاني على طول بتاع اورلاندو، هتلاقي اللاعب هنا بتاع اورلاندو فاضي تماما في نص الملعب، رامي ربيعة يسيب مكانه برده في قلب الدفاع ويروح يضغط على اللاعب اللي هتجيله الكرة، فلاعيبة اورلاندو هتخرج تحت الضغط بشكل كويس جدا ويلعبوا الكرة في المساحة الفاضية تماما في قلب الدفاع واللي ما فيهاش اي مدافع من مدافعين النادي الاهلي سواء رامي ربيعة ولا ياسر ابراهيم، والحمد لله اللي لاعب اورلاندو ما استلمش الكرة دي بشكل كويس، لانه لو كان استلمها كان هيروح انفراد كامل بشوبير.